رجع أوقنا كوش بدالو كذا تليفون أنستو يا شيخ عبد العزيز نعم ندزي أنت أمس الشيء تشيك صافاتشو أو صفينا بهرالو شيخو رحمة الله عليه كذا وهلا من له إنجليه نجارو تزوير أرجو أسرع أمس الشيء هذا الرجال إني أهون إني بهون وندمي عبد العليم بهون شيخ ناصر بهون من دنو ملو أسرع أمس الشيء هذا الرجال يهليبا بتأم تشيكون كذا دو السودان مؤسر بيت أسقبا ونلنبر لكن شيخو ما شاء الله عنده سلامة القلب وفي عنده رأفة ورحمة بالفقراء من أهله والله يا شيخ عبد العزيز بن باز لو لم يكن محتاجا ما فعل هذا الفعل إذا أعطوه 15,000 ما يقدر قال هنا قال وندمجن أسر شكونه إن يهنجر بايت أنك نجر سويه بتأم دهابا يهون نرو باس فلقوا نرو جنزبو إندزي عينت مدفوع سلام نبرنا استباكاتشو سطوت لله بلا تشو سطوت هال إن يهنجر ونتينو لبو بإيمان تراراي ميهون إيمان ياللونه ميادرجونجي ما نمسوا لهادرجو أي شلم إلى الله كذا قتلوا إنجلي جزيو تنش لو عندما عبد العليم اللي ستو عبد العليم قتل الشيخ خلي يتكلم تفضل شيخ حياك الله شيخ شيخنا شيخ عبد العليم أنت أتيت على بعض الأخلاق في الإسلام نريد حقيقة أن نبين جوانب مهمة وهي جانب مهم وهذا كان من أبرز الصفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وهي الصدق والأمانة يا شيخ ولهذا كان كفار قريش حتى يعني أنهم كانوا يأتون وهم يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ائتمنوا الأموال التي وضعوها عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام تركوها عنده حتى بعد أن بعث وأرسل نريد أن نتكلم عن قضية مهمة يا شيخ ونحتاجها نحن حقيقة كمسلمين ونبينها للناس وهي الصدق والأمانة الصدق في العمل الأمانة التعامل مع الآخرين إبراز هذا الجانب ونجعله حي في حياتنا وهو حقيقة من الأمور الهامة في ديننا في البيت العمالة نعم سواق ولا عامل منزلية واحد يحصل يعني مع الأمانة هذا في كل جوانب الحياة وكل إنسان يمثل نفسه ويمثل حقيقة دينه وعلى البيت برضه يعاملونه كويس نتطرق لهذا جزاك الله الحمد لله رب العالمين الرسول صلى الله عليه وسلم أبنت غيرهم ربي كم تربد بلنا بقرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أبنت غير لكم إيه عبد محمد صلى الله عليه وسلم ناتكم نعود خاتلكم كتكونوا قد مسلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كن مسخلنا الصادق الأمين تباهي بتصوع نيرو الرسول صلى الله عليه وسلم بحدا قبا وصيهم نهزب قريش مصوعوهم أرأيتم لو أخبرتكم بهذا الوادي خيرا أنا مصدقي انت دا بزي يحرز قبزي أفراس الله قتلكم وصلوا تبلكم سما أمنكم منه دو ما عهدنا عليك الكذب قاتلهم فاسمنا حصد سمعنا الكاين فلت إنا سلازي حدا سب ود سب ابتقالوا كحسيبون الله تعالى لا يحب الكاذبين القرآن كثير كنده ينقرنا له خمزيلو بحس سبا يفلوتني يفوتوني أبقى ربخا يقربني وكونوا مع الصادقين كم هو المستوم حق الزاربو كونوا إلنا دحريقوا خال بزعب أمانة كن الزارب كلنا رسول صلى الله عليه وسلم كدمي اسلمنا وحينا وممصو انتهى يقبر نيرو حزب قريش تلك يوم كل جنزبهم كل هابتهم أما نغمطوا نيرهم نعم محمد صلى الله عليه وسلم إن كازي أغمط لنا حجي كاب مكة نعم مدينة كقعاز كله سدت خي كله رسول صلى الله عليه وسلم هجرة بهيل صوع نعالي ابن أبي طالب كوفا بيلو زخلو أول نخل سمالي سلو نعال خازين زين قالوا نستون تبني له حنتي نجر كيترته مع إنه ساتم صلاة يوم كقتلوا ودليلو لكن أمانة ناتم سلو الله تعالى كمان القرآن بزعبة لقاح يخون بزعبة قال خن الزارب كلنا فإذا تداينتم بدين فاكتبوه فليؤدي الذي ائتمن أمانته حدا سبق تأمامينك صحفة يتقبرني خا سلازي تأمن سبكاني امنتو بحق يتصحيو امين كسب امنت ملصلو سلازي اسلمنا قدم ممصو بزوح نجر ترينايو اب اسلمنا حتى قالات كزارب كل حدا سب ود سب قنوع حقي امنت دلو نجر كزاربالو اب غزي صحابه رضوان الله تعالى عليهم حدا غزي حدا خبتهم صحابه زنبرو بزعبا رسول حما قالات زاربو ايبون كن اوليلو حدا جن صادق نيرو صدقتك اذنك كيلو الله تعالى صدقك اذنك كيلو مخنياتو انت يلسو زياتهم
مؤمنين سئل لهم كم زيهم يلو بزعوا محمد صلى الله عليه وسلم زارب سلازي اسلمنا كله انت بحبرنا ماتي صادق مسمنك تكون لك مس نفسك قدامي نجر مس الله جل جلاله صادق مس بيتك زوجة صادق مع من مع اطفالنا ابناؤنا اتيوم دقنا ولادنا امنت حق خنزاربنا مسمن مس حبرتسبنا مس غوربيتنا ام مسجد اب غوربيت اب سراح كان بان انت عينتها بزي قدس كافر ديو مؤمن ديو بزي قدس امنت كله وكالو كل جزء كفر نعويو أبكر رب قرب كله صباح نجوه حنت حصوت السبزي بدلني وي كحدني له أبكر رب خاصك اسلمنا كلتي أن جرزين كم متأن لعلي دكلا خلن امنت خون كله دحري امنت كانت هاي حق الزراب أبريس يدماني دخانة نجرت آمن كايو خاخت ملس جزاك الله خير يا شيخ بارك الله فيكم من الجوانب المهمة شيخ إبراهيم في ديننا وهو كما ذكرنا دين كامل سلامة اللفظ وحسن القول للناس ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا ولهذا أخبرنا سلام إنما أبعد الناس عنهم منزل يوم القول فالفاحش البذيء يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضه الله سبحانه وتعالى والله سبحانه يبغض الفاحش البذيء فدائما كلامه الحقيقة من الأخلاق أو الصفات المسلم أنه دائما كلامه طيب وكلامه رائع جدا وتعامله ألفاظه مهذبة لا يسب ولا يلعن ولا يشتم ولا يقول الناس ولا يؤذيهم بلسانه ولا يغتاب ولا ينم على الناس وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قتات في رواية نمام أيضا أخبرنا وسلم لما ضرب لهم مثال أنه غيبة الناس أنه كمن يأكل لحم أخيه ميتا إلى هذه من الأخلاق ونعطيك دقيقتين يا شيخ سنكون سنبدأ في الحساب تفضل يا شيخ طيب ወንድሞች እና እህቶች ጊዜው ትንሽ ስለሆነ በጣም አጭር ስለሆነ እኔም ላሳጥር ሞክራለሁ እና ነገሩ ምን መሰላችሁ ምላሳችን ይህ የምላስ ወለምታ የሚለው ነገር በጣም አደገኛ ነገር ነው አንዱ በመላሱ ጀና ይገባል አንዱ በመላሱ ጀሃነም ይገባል حقيقة والله አንዱ ዓለም ምን ይል ነበር ያኒ ሱብሃንአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰውነታችን አብዛኛው አካላቶቻችን ሁለት አደረገው ሁለት እጅ ሁለት እግር ሁለት አይን ሁለት ጆሮ ሁለት ኪላ ሁለት ሳምባ ولكن جعل اللسان واحد لانه خطر ይህ መላስ በጣም خطر ነው እውነቴ ነው يعني الانسان እናንተ ቁጠሩ እስቲ اكثر شيء جهنم የሚያስገባ መላስ ነው نعم طيب عبادات لو راينا العبادات كلها ستكون اكثر من 80% تعمل باللسان الاذكار والتسبيح والتهليل والقراءه وشيء وكذا يعني ملاس ይህ በጣም አደገኛና በጣም ጥሩ ነገር ነው ይላሉ ስለዚህ እስላም ተብሎ መጥፎ ነገር ከመላስ መውጣት የለበት ነብያችን ሰለላሁ በህይወታቸው በሙሉ አንድ ቀን ዋሽቶ ያቀም ነብያችን አበደን ህይወታቸው በሙሉ ውሸት ወይ ሰው መስደብ ከመላሳቸው ወጥቶ ያቀም ስለዚህ መጀመሪያ ደረጃ hatta ነብያችን ሰለላሁ ምን አሉ ባካችሁ ወንድሞች በዚህ በመላሳችሁና በሁለት ጭናችሁ ያለው يعني ብልትህ ማለት ነው ብልትህና መላስህ ከጠበቅ እኔ ጀና እንደምትገባ ዋስና ገበላለሁ አሉ ነብያችን ስለዚህ መስደብ ውሸት መናገር ይህ ነገር ቆሻሻ ነገር መናገር ሰው ማማት ይሁሉ እውነቴ ነው የፈለገውን ምንዳና አጅር ቢኖርህ ይሄን ሁሉ ያቃጥላል ማለት ነው እና መጠንቀቅ አለብን ወንድሞችና እህቶች የመላስ ጉዳይ ግማሽ ዲን በመላስ ነው ያለው ብንለው والله አልተሳሳትን ነው ምለው ስለዚህ እዚህ ያሉ ምንድነው የሚያደርጉት ታውቃላችሁ እዚህ ያሉ ሁለት ይጽፋሉ ይህን ጥሩ ሲጽፍ መጥፎ ይጽፋል حتى يقول سبحان الله الامام احمد بن حنبل يقول ማለት እንኳን ይጽፋሉ ተመልከቱ እንግዲህ አንድ ሰው ለምሳሌ ምን ይላል ይላል هذا يكتب هذا طيب هي اجر ولا ذنب يقول الله اعلم بمراد هذا الشيء لكن የምትለው ይጽፋል ስለዚህ እውነቴ ነው መላሳችን እንጠብቅ ነው የሚለው ሼኹ መላሳችን ለጥሩ እንጂ ለመጥፎ ነገር አናውጣ ደግሞ አንድ ነገር አለ ዑለማዎቹ ሲናገሩ ምን አሉ የመላስ ጉዳይ ገና አንድ ቃል ሳይወጣ አንተ መሊክ አንተ የሷን ንጉስ ነህ አለ ከመላስ ከወጣ በኋላ ግን እውነቴ ነው አንተ ምንም ነገር ልታርማው አትችልም نعم
تفضل. نريد أن نركز على هذا الجانب يا شيخ، حفظ اللسان من هذه الأمور، وأنه يتقي اللسان حتى نذكر الأخوة في دقيقة واحدة بعد ذلك في أهمية شغل اللسان بالذكر، دائما الأذكار نستغفر ويسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تفضل يا شيخ. الله تعالى كم تاء القرآن تحبرنا انتايلو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حنت قال عيتوصيني خم الحسو كلتاي ملائكة وكاملختات لو دصحفوا ناي صبوت خوينا تبي يمان دول الصحف ناي حماط خوينا تبي صقام دول الصحف. الرسول صلى الله عليه وسلم كم تدحبرونا انتايلو إن الإنسان لا يتكلم بكلمة لا يبالي بها وهي تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. الرسول صلى الله عليه وسلم كم تدحبرونا انتايلو حدث ود سب حنت كلمة نريد الله تعالى الزارب لعلي سماي تسغلو أب جنة وحنت قال كا دزارب الله حدث ود سب قلال كوينات تسمعوا فوكاس كوينات تسمعوا قلنا بجهنم ن7 عامت نتحت توردو إذا انت إذا ردعنا مالتي حدث ود سب كم ترسل صلى الله عليه وسلم دبولنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه من يده ولسانه أو من بطشه. كم ترسل صلى الله عليه وسلم دبولكم تحبرنا حادث لما يدبهلكو كل حزبي دلو كاب إيدو موقع زدحاني كم ملحسو مزراب زدحاني سلازي حدث ود سب إذا ملحس زيها نجهنم كتتوقع تخيلها أو نجنة تتوقع تخيلها مالتي خم تربولو الرسول صلى الله عليه وسلم ني معاذ بن جبل المسلمين أو مأخذنا بما تقول ألسنتنا قد ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجههم إلا حصائد ألسنتهم. نحن سني بزم الحسنة قال سوينا معلتا ونزارو بسي ربي كحسبنا ديو صباح نقول أب جهنم وأب جنة خطونا إلو كابو ده يصبش للنبرة يا ريت هدخا نعخي ولدت كان كابز غاز توصو كل حزب عالم من تاجد بجهنم بدأ تودلو تيجي بجهنم دو قدلو انتاي إذا ما الحسزية سلازي إذا ما الحسزية نحنا كم تقدم حدي مغرب ذكروا أخونا الشيخ إبراهيم انتاي له من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. حدث ود سب أمانغو خلته من كسود الله garanti دبني أمانغو خلته أقرد الله garanti دبني أنخا garanti الجنة خو بقيلو ربي. شيخ حقيقة كان يودنا نتطرق إلى قضية الأذكار وإشغال اللسان. ما أدري بالإخوان باقي لنا وقت أو انتهينا. سنتطرق في شيخ إبراهيم اضبطها لي في دقيقة واحدة فقط تذكير الناس لأنه سنختم إشغال اللسان بالذكر دائما يا شيخ الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد في دقيقة واحدة جزاك الله خير يا شيخ بسرعة. نعم انقدي وندموش ملاس الله سبحانه وتعالى يفتقروا السن لما استوسنا ذكر لما بذاتنا عندك تسبيح وتهليل وتكبير وقراءة القرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبا كنكلفة الناس له ذكر تتنيا له ذكر تهدى له ذكر حتى شوف يا أخوة إني أن نقرت الزالين يهون عنده صحابي وده مسجد قبارنا عنده مسجد يتأرق نبر أهون من قالوا صحابي ماذا تفعل قال أكنس المسجد قال أو غير ذلك يعني بس مترك بتشالو أو طيب اذكر الله يا أخي يعني تذكر الله بلسانك ثم تشتغل بيدك تكسب أجرين سلزي يملاس ونتينو الله يستن تقولوا لما ناقرنا أذكار لما بذاتنا لما دتنا يفلكون. نفس القضية يا شيخ. الحمد لله رب العالمين. الله تعالى انتهي لنا القرآن واذكروا الله كثيرا نربي كل جزء أبتنا يتعمل حسكم جبروه بكرة وأصيلا أبكال آياتي له نقول خون مشت كل جزء ده سرح أنت تقبل لك الحمد لله استغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله إذا ده سرح تقبل تخيل نجاراتي أب جزء صلاة ودا بك سبحان الله الحمد لله الله أكبر نبلك تقبل كم أون عبد خون يكون أوان قرآن أنت ده بحنقول كحفظ كهون كذبلت أي كان نزوع حدا نحدا معلتي حدا جزء نخذ كتصعد كل جزء أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كبردي دخل تسمع كم أون عبد خونه ناي ذكر دلو مجلس كيف كادماني كتسمع مخنياتو
هؤلاء ربنا أنت يقبرهم رحماء كلهم يذرحهم مالتي أو خوف مبالك سلازي تخيل كات تقبر أي كان كاب تذكره بتخيلك مسؤول كوفل من أنت رحمة مسؤول ربي كشملك. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله شيخ إبراهيم. حقيقة بودنا لو طال الحديث، سعدنا معكم في لقاءات سابقة، سعدنا بضيافة استضافتنا. أنا سامحونا بس والله خلال 4 شهور هذه والله سعدنا حقيقة في لقاءات نسأل الله أن ينفع بها، أسلم الكثير والحمد لله. الحمد لله. لا يعني حقيقة أظن قد جاوزنا أظن 200 وصلنا بحمد الله من خلال البرنامج، وأسلم خارج البرنامج. نعم. الكثير أسلم حقيقة، تفاعل الكثير من الأخوة والأخوات معنا، الاتصالات التي تأتي دعاء الناس وثناؤهم حقيقة تفاعلهم مع هذا البرنامج. من يدعو لك في ظهر الغيب هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. تفعيل الناس أيضا حقيقة، رأينا الأخوات الفاضلات والإخوة الأفاضل كيف تفاعلوا معنا حقيقة. إن كتب الله لنا لقاء في المستقبل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل ما يرضيه، وإن لم يكن غير ذلك فنسأل الله أن يكتب لنا لقاء في مستقر رحمته في ظل عرشه. نحن والدينا نقول للإخوة والأخوات سامحونا إن حصل من تقصير. نشكر الأخوة في القناة على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مثل هذا العمل والأعمال القادمة أيضا في يعني حقيقة في قالب إسلامي حقيقي وفي وجه حقيقة يرضي الرب سبحانه وتعالى. نذكر الأخوة والأخوات قبل النهاية حقيقة، قبل أن نختم ونخرج الفاصل، بأهمية هذا الموضوع. نحن بدأنا حقيقة وبدأنا معكم، الجميع الحين في يديه المفاتيح. نزعم أنكم حقيقة الأكثر علم كيف أنه يتواصل مع الأخوة الدعاة. ندعوكم للتواصل مع الأخوة في المكاتب، الاتصال بزيارتهم، وسائل الاتصال ميسرة والحمد لله سبحانه وتعالى، أرقامهم منتشرة. من بين أيديكم أمانة في أعناقكم، الإحسان إليهم بالتعامل لغير المسلم، التعامل الحسن، أيضا في ترغيبهم وتحبيبهم للإسلام بعد إسلامهم، الحرص عليهم بالتعلم والاستزادة من العلم، بالسماح لهم حقيقة بزيارة المكاتب أو إحضار الأشرطة وهي متوفرة، والسيديات كذلك، والمنشورات والمطويات والكتيبات والكتب متوافرة حقيقة في بلادنا وخارجها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الأجر. ولا حقيقة ننسى أن نذكر الجميع بضرورة يا أخوان الصدق مع الله سبحانه وتعالى، واستشعار أهمية هذا العمل، وأيضا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. حقيقة ما أدري عند المشايخ. شكرا يا شيخنا، وشكرا لجميع المشايخ اللي جو بجميع اللغات. الله يجزاك. نعم نشكر، اي والله نشكرهم جميعا خلال فترة 4 شهور هذه، ونقول لهم جزاهم الله خير وعلى جيتكم وحضوركم الأحد وثلوث، جميع ما شاء الله جميع الدعاة بالجميع الجاليات. نشكرك الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، بيض الله وجهكم. نشكر الأخوة حقيقة جميع الكادر اللي يعمل معنا، دعوا لهم كلكم يا أخوة ظهر البيت.